يا وينكم يا سيدي؟ هاي اليوم السبت كالعادة مشيت قضيتي قضيت القضيات باش نمشي نحجم شعري، وبعد نهز الكرهبة للاموتي لأن ما يعرفش هذيا ومعناها فازيت. بالنسبة للخيان اللي مازالوا جدد في الانجلتير، راهو الكرهبة بتاعك كل عام تمشي تعمل فازيتا كيما في تونس، اكزاكتومون كيما في تونس. اذا كان فما حاجة لازمها تتصلح صلحها، اذا كان حاجة فيها ديسيني اللي هي فور بوسيبل دون لو فيتور معناها باش تطيح اون بان لازمها تتصلح، لازمها تتبدل. يقول لك الكهرباء هذه قديمة خايف من لاموتي ترسيلي نصلح من اول وجديد. الاخرى سبا الحاصل توا عندي جمعتين نخدم في الخدمة جديدة، خدمة مش خايبة، أقل خلاص من الخدمة الأخرى، أما أرتاح لو بلوز امبورطون، أقل ريسك. شركة معروفة كبيرة معناها عالمية، ولا العباد اللي تخدم الغادي مش معناها معقدين ولا مهبلة، كول على الاخر. عباد انا ما تعرفش، راهو برمنغهام هي في الوسط تاع البلاد وين نسكن وين نخدم. الانجليز في بريطانيا ما همش الكل كيف يعني الانجليزي الا من دوفر ولا من السود تاع الانجلتير، مش كيما بتاع كيف اللي في لندن، مش كيما اللي في مانشستر، مش كيما اللي في برمنغهام، مش كيما في ليفربول. يتبدلوا الطبيعه بتاعهم. جماعه الميدلاندز هذوما تحسهم نية رب العالمين، مي اذا كان يحس بيك تخدم في مخك ولا تافه يتبدل يتقلب ويولي راسيست. مي بيسك برمنغهام معناها فيها ماجوريتي معناها دو بيرسون دو كولور، يا اما من الهند يا باكستان يا اما جامايك يا اما من كل بلاصه. دونك سي فور بوسيبل وقت تمشي تلقى خدمه، مش تلقى خدمه معناها فما العروفات بتاعك تلقاهم بيض، مي تلقى معاك برشا ايجن معناه باكستان ونود ايجن ولا سمر ولا بو امبورت. عدا نخدم en tant que BDM معناها جو جير لي كونت بتاع دي كونت كي سون اكزيستون، تسكي معناها الكترونيك وفوتوفولتايك وكذا هذاك الكل. عادة تخدم معايا واحدة اللي هي بالانفويسز باللي فاكتور وبال تسكي بيوع ولا سيرفيس ابري فونت. تخدم معايا واحدة بوها باكستاني، حسيلو عديت بريسك عام معناها مع الشركة الأخرى اللي قبلها، بعد نخدم معهم ما نعرف عليهم حتى شيء كريمون معناها ابار دي شوز بازيك. مثلا هذه واحدة هولندية تخدم معايا، عندها بنتها كبرت ومشات تقرا في الفاكولتي، معناها ما نعرفش حاجة كبيرة برشا. في جمعة الباكستانية هذه ولا الانجليزية من اصل باكستاني، كل شيء عرفته عليه معناها، وحدا تحكي يعني ما نسألش يعني كذا كيفاش بديت الحكاية معاها. عسلامة انت اصلك منين؟ قلت لها تونسي. قالت لي مسلم. قلت لها التوانسة عندهم الاسلام نتاعهم سبيسيال مسلمين. هذا بدأت تحكي لي وكذا
وين نحن مسلمين. وشوي بشوي بدأت تحكي لي على عائلتها، أختها كذا عرست واخذت واحد باكستاني، وأختها الأخرى عرست واخذت واحد إنجليزي أبيض. أنا حتى هنا كل شيء سافا، ما فماش برشا تلكليك. بعد قالت لي راني يعني كنت في رولاسيون دامت 4 سنين مع واحد مصري، وراني قصيتها معاه دانييرمون. وهي عمرها 36 عام. 36 عام يعني ماهيش صغيرة. المخ بتاعها اش قال؟ المصري قال لها راني عندي أرض، وراني من عائلة معناها متوسطة، ماناش بقارة، وراني نخدم أستاذ، وقريت في السعودية، مشيت للسعودية. هذه حلم حياتها اللي هي تمشي تسكن في بلاد مسلمة، السعودية ولا دبي. قالت لي راني عندي تو فوق 6 سنين نصب على معناها نقدم على خدم في دبي وفي قطر وفي السعودية، وشيء نفع ربي ما نجحتش. قالت لي تعرفت عليه، قال لي راني كنت نخدم في السعودية. قلت له اني مستعد ان نحاول يا اما نسكن معك في مصر الجديدة، يا اما نسكن معك معناها في السعودية. اي قلت له وش عمل؟ قالت لي عادي، قالت لي بالعكس معناها فرح وكذا، وقال لها باهي تنشوفوا. قالت لي عرفت اللي هو معناها عنده كونت تيك توك وعنده اصحابه. انا ما نفهمش في التيك توك الحق، لا نعرف كيفاش معناها اسكو فما معناها انبوكس وفما ديزامي ولا ما فماش، مش عارف، ما نفهمش. قالت لي راهو يحط في لايكات على فيديوهات تاع نساء وكذا قالت لي قصيتها معاه. عاد نحكيه من كلمة لكلمة، أنا اللي نحكي في الموضوع هذا باش تفهموا الريلاسيون هيومان. معناها هي ماهاش خايبة، مزيانة، نقولوا بطبطة شوية ولكن مزيانة. السالير بتاعها مش خايب، لكن نقولوا من الطبقة المتوسطة، هذه 30 طبقة أقل من المتوسطة، لكن سافا معناها سلكتها. لكن تموت على التقطيع والتريش وتحسها حسودية، معناها حاسدة اخواتها البنات، ما تحسيش معناها عرفتك الانسانة عادية في مخ. جمعتين الراس بتاعي نفختولي من النهار الاول، من اللي بديت نخدم وهي يعني كذا واني كذا واني وتحكي. اثرنتها شنية الحكاية؟ اثرنتها سيان سبور ناسيونال في الخدمة جديدة، اللي يخدموا معايا الكل كبار في العمر، هي اصغر واحدة. نهار الكل الكبار في العمر وهم يهروا وهاو يحكيوا على الكراهة باللي خذوهم وين مشاو وشنو يشربوا وشنو ياكلوا في الويكاند وشنو يطيبوا. معناها عبارة واحد حسيت بروحي نخدم في الكنام ولا في إدارة تونسية ولا في بلدية. عرفتك القرارم الكبار في العمر نهار كلهم يقطعوا يريشوا، حاسس نهار كله هي تحكي لي وتشكي لي. اللي قلت اسمع، يعني راني معناها مازلت جديد ولعبها متربي، كذبش عليكم، راني مانيش متربي برشا في دون لا فري في. قلتنا خويا نكون متربي ومحترم، سايب علي من مشاكل، يعني خاطر عندي في صنعة خايبة. كلمتي معناها كيف واحد يقلقني كلمتي نقولها ديريكتومون، ما عنديش يكل نخذ خاطر وتو نقول كلمة معناها نجرحه ولا عادي، معناها نفخدي الكلاوي نقول لك بصراحة نعطيها لك، يقلقنيش. ونفرح كيف نخسر واحد، كيف واحد يبعدني، واحد يبدأ بهيم حاشاكم في مخه ولا مربط
معناها ويقول يقرر اليوم ما عادش يحكي معي، نفرح. بقل وجيعة راس وبقل حس وظهري. لو خيالنا اللي معرسين وعندهم صغار فاهمين ايش قاعد نحكي. الانيماسيون والحس والجوجمة عندي منها في الدار. بقل حس اني ماذا بيا نخدم ونركز على الخدمة بتاعي. ما نحبش نتحط في السيتواسيون بتاع وشباهم لي شيفر بتاعك وش بيك. اخويا تبدا اموري مريقله وبقل حس. قد ما تحكي في الخدمه على روحك قد ما تتكسبوز. معناها عمرك ما تخدم في بريطانيا ولا في اوروبا بصفه عامه. الفرنسيس والالمان اللي عايشين في المانيا وفرنسا فاهمين فاش قاعد نحكي. قد ما تحكي على روحك وعلى حياتك وعلى طبيعتك قد ما هما العباد هذه تفهمك انت شنو، وتعاود معناها السورو بروجرام باش تتعامل معاك بطريقه معينه. يا ما تفحج عليك ولا تخاف منك. لي دو فون دون لي دو كا انت خاسر. دونك دو بريفيرونس تقعد ساكت تسكر فمك. على الاقل يقولوا خويا ما نعرفش عليه يعني ذا بالكش يفهم في القانون ولا نورطش روحي معاه سايب عليه. ومام تو ما تجبدش روحك كومبليتمون، كون دبلوماتي. الحاصل هذه ما حسب ما فهمت بعد جمعتين اللي هي حتى الزملاء بتاعها في الخدمه تلموها لي نيجاتيف في حياتها. حتى حد تو الموند فو ليفيتي ما يحب حد يحكي معه. وكوني يعني معناها جديد ورابطه معايا بهيمها نحبش اخويا نتحط في موقف بتاع يقول لك هذا انسان معرس وهو داير بوحده معناها تخدم هنا خاطر هو اصغر واحد فينا. نحبش الحس ما نحبوش. بقل حس وبقل جوج. هيا تحكي 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 تحكي. قالت لي انت تو شنو رايك؟ هي قالت لي انت شنو رايك؟ معناها بعد جمعتين تحب تدخلني في حياتها وفي مشاكلها. قلت لها شنو رايك؟ قالت لي شنو رايك في السيتواسيون زعما نعاود جو لو رولونس ولا كيفاش؟ قلت لها انا السيد ما نعرفوش دونك جو بو با تو كونسيي. بقينا قلت لها انت شنو كيفاش تحبني نجاوبك بالضبط؟ قالت لي نحبك تكون صريح معناها تعطيني رايك شنو كيفاش تحبني نجاوبك. قلت لها شنو كيفاش تحبني نجاوبك؟ كيفاش تحبني نجاوبك؟ تحبني نجاوبك كوم ان كوليك يخدم معاك وما يحبش ينتنها ويقرصها معاك، ولا تحبني نجاوبك ونقول لك الحديث اللي العباد تقول فيه في ظهرك بوتنسيالمون؟ قالت لي فهمتك شنو تقصد. قالت لي انا نحب الصراحه. قالت لي دو بريفيرونس حتى العباد اللي نعرفهم ديما نقول لهم عندكم مشكله معايا قولوا هذه ديريكتومون خير من تنافقني. هيا قلت لها به شد عندك بناية عمي. قلت لها اول حاجه وقت في لي ريلاسيون حسب ما تجربتي معناها بسيطها لازمك تفهم قبل ما تفهم العبد اللي معاك شنو هو افهم انت روحك شنو هي السيتواسيون بتاعك الوضعيه بتاعك. قالت لي كيفاش؟ قلت لها لازم تفهم شنو هي الوضعيه بتاعك دون لو سونس شكونك انت، قداش عمرك، شنو هي طبيعتك، كيفاش تتعامل في حياتك دون 5 ans دون 10 ans كيفاش تخيل روحك تكون. باهي قلت لها انت ايجن معناها باكستانيه، انت في بريطانيا كيف حالتي يعني ممكن خير شويه ممكن اتعس، لكن في بريطانيا انت معناها كونسيديري ان طون كو بام BHAM بلاك هيسبانيك افريكان ولا ايجن وميكسد ريس. بام اكسبريسيون هذه يفهموها اللي يخدموا في الكوربوريت والشركات الكبيره ولا حتى في السيفل سيرفيس. ثاني حاجة انت عمرك 36 عام اوكي 36 عام مش كان في معناها المنطقة العربية ولا في العالم الكل، في الفلبين في بريطانيا في تونس في مصر في المغرب
36 عام معناها ما نحبش نقولوا بارد، لكن ما عادش عندك لنفس لي شانس ولنفس لي زاتو بتاع واحدة عمرها 26 عام ولا 24 عام. قالت لي صحيح، قالت لي جو سوي كونسيونت ونعرف نعرف اللي اني كبيرة في العمر، لكن لامور نا با داج، والمرأة اللي ماتور. قلت لها بيان سور المرأة تقعد ديما معناها مرأة وتقعد مزيانة، لكن انت تقعد ترك هي مغرومة بالمكياج وهو ابارامون ما كانش معناها. انا ما يحبش الحكاية بتاع اللي هي نهار كله هي تمكياج له، هذيك تمكيج لازمك تبدا ماشية ما باش تخدم، ولا ماشية باش تقابل واحد، ولا حتى باش تخرج تقضي قضية من الحانوت، لازمها تحط المكياج تقولش عليها ماشي العرس، وما غير مبالغة. يعني كي نغزر لها الوجه تالمون تحط فيه معناها اللي فوندو، ما نعرفش لي فوندو تان ولا يسميوهم، وجه تقولش عليه حيط ملبس بالسيمان، اما عرفتك اللي ماهوش مفرطس بالكدا، معناها ماهوش فيه كل شويه الرمل، وجهك هكذا تالمون تحط مكياج معناها ميتاليزي ميتاليك ولا كيفاش يقولوها، جري ميتاليك، هي جري ميتاليك بالضبط. الحسن قلت لها انت تعدي معناها ساعتين باش تحضر روحك، عمرها واحدة عمرها 25 ولا 24 عام تعدي ربع ساعة. علاش؟ خاطر لي اونكور فخاش، انا غيانا كاشي. بالعكس المكياج اللي مش تحطه المرأة عمرها 24 عام سامي اون فالور. حكايات مثلا عينها ولا ما نعرفش حكايات في، ولا وجه تلمون صافي، ولا مرأة فوق ال 35 اللي تخمدوا كاموفلي، معناها عبارة في الجيش، عبارة النيفي سيلز، معناها يحطوا الكاموفلاج وقت يمشيوا العمليات الخاصة. هي كيك هي كي تجي تختم عبارة معناها مارينز داخلة لبغداد، ولا تعرفش عليها وقتاش تجبد الكحكاح وتطير عليك. الحاصل قلت لها شوف، لازم تفهم فرد وقت شنو الانسان الاخر شنو يحب. انا نحكي في الحديث هذايا تلمو معناها فلقت لي الكلوه بتاعي، والحديث هذايا كنت نحكي فيه للمراه اصلا. قلت لها شوف بنية عمي، الراجل كي يجي باش يعرس، يحب يعرس بوحده، يرتبط يعرس ولا يتزوجها، صار ممكن يعرس هذه فهمها، يتزوج امرأة. في المرأة يلوج على 3 حاجات تري امبورطون. لا تقول لي لا لا ما فماش، الراجل ما حسوش عنده واحدة، هذيك اللي ولدته يقعد يحبها حتى لين تموت، وبعد ما تموت يقعد يحبها زاد. يلوج على زوجة ايش معناها؟ معناها الطيب، تنظف، تقوم بواجباتها الزوجية وتهني على روح، مش متزوجة كيما وفي تونس تلقاها خارجة تعمل في قهوة مع أصحابها مع زميل، هذيك مش تاع زوجة، هذاك بتاع واحدة سيليباتير تحب تخرج مع أصحابك فازي، معناها اخرج مع النساء، مش تخرج مع راجل تيتا اون طونك زميلك مش تحكيه، معناها شوية لوجيك. الذكر هذاك انت ممكن في مخك حسبته كصديق باش تقطع وتريش معاه، وهو في مخه يخدم H24، يخدم كيفاش ماشي يهزك لدار صاحبه وياكلك شكشوكة ومقرون. الحاجة الثانية العاشقة بتاعه، لازم وقت يعرس يحس الراجل اللي هذيك العاشقة بتاعه، يعني هي تحبه تموت عليه وهو يحبها، ودي فانتازم معناها سكسويل و بو امبورت، يحب يعملهم كان معاها هي، فاهمين؟ والحاجة الثالثة
انه تكون اونامي. اش معناها اونامي؟ اونامي معناها باش تسمعوا الكلام، ولا اونامي معناها باش يفدلك معاك، باش تضحكوا، معناها تكون كول، تكون ماهاش الحقودية ولا حسودية ولا طبيعتها خايبة. تكون اون بون امي، معناها انت كي صدق مش تصاحب صديق، اذكر ما تحبش تصاحب واحد تفتاف، ولا واحد نهار الكل هو هات سيجارو، ولا هات 10,000، ولا هات دينار، ولا نهار الكل هو يحكي لك على يقطع ويريش في بنات الناس. ولا تحب انسان معناها متربي، انسان ذكي في مخه، انسان عنده باش يفيدك بالتجربه بتاعه البروفيسيونيل، كيفاش تعملوا فلوس، كيفاش باش تفضلكوا، انسان يكون هكا يضحك وكذا. هذا كان ان بون امي. الراجل ما يعرس بوحده كان ما يلقى فيها 3 حاجات هذو. وينجم يكون معناها يتزوج بوحده تلقى فيها حاجتين، لكن حاجه ثالثه تلقاها نوتر، تلقاها معناها يونامي، ما انسان معناها يحب انسان عاقل، انسان متربي، انسان ما يحكيش برشا، كالم. يعني مثلا المراه بتاعي كالم، ماهيش بتاع اي نعملوا جو واي برا نخرجوا، بالله برا حاجه، شقيت قدامي فرد مره برا باهي سلم عليا راجل امك. حاسين قلت لها انت توا تحكي لي في موضوع على اساس انا السيده ذي انت باش تعرس معها. انت قلت لها مانيش باش نقول لك انت طبيعتك خايبه، معناها تكوني با اسي، ما قلت لها انت الطبيعه بتاعك معناها ممكن فيه حاجه كوتي، ممكن فيه كوتي معناها كوتي اميتي، ولا كوتي بتاع اللوفر، ولا كوتي بتاع ما يشوفكش على اساس امراه معناها مسؤوله وكذا. دونك بالنسبه لي هو انت ما اقنعتوشي بروحك على اساس معناها تي ان بروجي دو مارياج، ماكش مشروع زواج باش من معناها نبسطوها، ماكش مشروع ناجح بتاع زواج. تنجم تكون مشروع لكن مشروع فاشل. طفله زغلت عينيها بالدموع، قالت لي انت تشوفني هكا. قلت لها ما نشوفكش هكا، يعني نحكي. قلت لها جو بارل دون لابسولو. قلت لها اذا كان انت تحس بروحك معناها فيك حكايه هي ما تعجبوش، ولا حاجه معناها سامارش با مع هو ولا مع غيره، لازم تبدلها. قالت لي باهي وانت شنو تنصحني؟ شنو تنصحني نبدل باش نكون خير؟ راهي الحق صحيح فيها برشا حوايج خايبه، لكن هيومانمون ماهيش خايب. قلت لها اول حاجه تعملها، ننصحك تعملها، انك ما تركزش برشا مع العباد، مع اخواتك ولا مع زملائك ولا مع اتسيتيرا. ركز على روحك. الوقت اللي مش تعديه وانت تحكي على هاو اختي، هاو راجلها، هاو كذا، هاو ما نعرفش عليه هو شنو يخدم، اودي قريب باش دخلني لدارهم، عادي وليت نعرفهم بالاسم اخواتها. قلت لها ما تركزش مع العباد الاخرين، ركز مع روحك. باهي وانت تتخيل زعما نرجع له؟ قلت لها ساسايا باش ترجع له، انت باش ترجع له اذا كان تعرف روحك تنجم تصلحها الريلاسيون فازي. ما قلت لها ما نتصورش واحد مصري ولا تونسي ولا مغربي يحب يعرس بوحده عمرها 36 عام باش يقعد معاها في بلاده. قلت لها لازم تحط حاجه في مخك، اذا كان انت تحب تعرس بالسيد هذايا وتطور العلاقه بتاعكم، عندك حاجه وحيده لازم تخدم بها. السيد هذايا لازم تتعرس بيه ولازم تجيبه البريطاني. هو يحب يتزوج بيك باش السيتواسيون فينونسيير بتاعه تتحسن. اذا كان تتخيل هو يحبك ولا انت فيزيكمون تالمون اتيرونت اللي هو يحب يعرس بيك وتعيش في مصر، قلت له راك غلط. راه حتى يبدا في مصر عمره 50 عام يتزوج بوحده عمرها 20 عام عادي. هو يحب يتزوج بيك على خاطر يحب يحسن وضعيته الاجتماعيه، وضعيته الماليه. جيت تقول له باش نعيش معك في مصر، ولا باش نعيش معك في مصر في منطقه راقيه،
هذا هو المنطقة الراقي، ما هو يعرس بواحدة معناها صغيرة في العمر وأزين منك. إذا كنت تحب ترجع معاه لازمك ترجع معاه باللغة بتاعه كي خممت مليح، ونتصور اللي أنت معناها لازمنا نعيشوا في بريطانيا. إذا كان مش تقول باش نجيك نعيش معاك في مصر ولا في أي سي اون افير معناها فيني. قالت أنا ما نحبش نعيش لهنايا وتكلف غالي. قلت لك هو ما أنا أنسى شوف حياتك. الحاصل اليوم السبت نهار الاثنين نرجع نخدم بيان سور. نتمنى اللي نهار الاثنين تقول لي صباح الخير تلهي في الخدمة متاعها وتكونتاكتي لي الكليونات وتبعث لي معناها لي دوفي وتخليني رايض. راني ماذا بيا نشد التليفون ونقعد نتفرج على اليوتيوب ولا اي حكايه ونرتاح من وجاعة الراس بتاعها. راني مانيش مصلح اجتماعي ومانيش ذكي لك الدرجه اللي اني باش ننصحك. مانيش دكتور فيل يعني ولا ما نعرفش الاسمر هذاك. مانيش في موقف تاع باش ننصح. مانيش جو سوي با ان نوم بارفي. مانيش ما عنديش ريلاسيون بارفيت. عندي مشاكل في الريلاسيون مثلا كي العباد الكل. دونك مانيش في موقف تاع اني باش ننصح العباد. دونك جيسبيغ اللي تخليني ترانكيل وتعتقني حل عني كما قال اللبناني. Bon, allez, je souhaite une bonne journée. À très bientôt. Salut.